هذا عبد الله بصراحة يقدم مستوى على المستوى الدفاعي 10 على 10 اليوم عبد الله خلف. بالتالي صبري عند الحل الفردي، قدمه صبري اليمينية قد تأتي بالحل الفردي، ثم أيضا تغطية مثالية من عبد الله خلف الذي يأتي بمباراة داخل مباراة عقب السعودي، لكن الحكم القطري عبد العزيز موسى هو سيد الموقف. كانت رمية جانبية بشكل ركنية تأتي بعد ذلك الإبعاد. يحضر الآن والمرتدة للأزرق الكويتي في الكرة والتمريرة اللي ما جات، لكن لا تزال مستمرة. حلوة الكرة للكويت، حلوة التقدم. الآن تأتي الانطلاقة والعرضية المرسلة جميلة والإبعاد من أبو بكر. الكويت أن ترسل كرات طولية عشوائية وبعدها الاستخلاص، لكن هنا تأتي الكرة على الجهة اليمنى. هذه هجمة واعدة، جميل للتمرير، انطلاق. قد نشاهد هدف آخر للمنتخب السعودي. لا نريد أن يكون هنالك انهيار كويتي لكي تكون المباراة في الشوط. اللعب محمد، ثم العرضية تأتي إبعاد كويتي مثالي في المكان المناسب، تعود إلى ناصر فيحاني، تمريرة ناقصة، شباك من ركنية، من الحل الهوائي، من الكرات الثابتة. شاهدنا اللاعب عبد الرحمن سفيان. هنا الكرة بتعود جميلة سعودية، التمريرة حلوة على قوس المنطقة، لم يستثمرها سعيد الدوسري لتذهب مرتدة الآن للمنتخب الكويتي. كان متميز بصراحة. بالتالي هذا الأمر الآن يتجسد في مباراتين للمنتخب السعودي، بينما المنتخب الكويتي سيصبح وسيتجمد رصيده إلى نقطة واحدة. غير الاتجاه بصورة رائعة، واصلة من الجهة اليمنى، صعود لعبد الله خلف الآن.